طيب. مساء الخير، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. بدي رحب فيكم أنا وبدي أشكر القائمين فعليا والدكتور برهام على هالفرصة الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نقدر فعليا نقدم الفائدة من خلال الأسئلة اللي بنطرحها. بعرفكم على نفسي، أنا اسمي رشا دلول من تلفزيون الحدث، وبعرف كلكم هلأ بدكم تطلعوا بريك ومستعجلين وتعبتوا يمكن. هالحوار رح بيكون تحت عنوان وضع القوات الأمنية وسياقات التعاون الأمني في العراق. بتخيل عنوان مهم للجميع، تحديداً بهي الفترة دقيقة جداً. ضيوفي برحب فيكم، أهلا وسهلا، بداية بالسيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، أهلا بك. السيد ريبار أحمد وزير داخلية إقليم كردستان، أهلا بك. وأيضا السيد حميد الشطري المستشار الأول في مستشارية الأمن القومي العراقي، أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ مع السيد فعليا عبد الأمير الشمري. اليوم الوضع الأمني في غاية الأهمية، وشهد تحسنا ملحوظا على مدار السنوات الماضية في العراق، ولكن هناك مساعي لأن يكون وجود قوات أمنية تنسحب الجيوش من المحافظات، هذا وفقا لوزارة الداخلية. البعض يقول هل الوضع الآن مؤهل في جهوزية في ظل ما يحكى عن ضغوط كثيرة في هذا المنحى، وتحديدا موضوع السلاح، تفلت السلاح، حيازة السلاح، مصادرته، وإيجاد آلية معينة ليكون مقنن. ما الذي قمتم به وفعليا ما الذي تواجهوه من صعوبات؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس برهم صالح المحترم، السيد رئيس مجلس القضاء المحترم، السيدات والسادة أصحاب المعالي المحترمين، السادة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، موضوع استلام المسؤولية الأمنية لوزارة الداخلية في المدن العراقية والمحافظات هو من أولى الأهداف البرنامج الحكومي اللي عزم عليه ووجه به السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء. استلام المسؤولية الأمنية وانتقال السلطة الأمنية من قيادات العمليات إلى قيادات شرطة المحافظات بالتأكيد يحتاج إلى مستلزمات ويحتاج إلى قدرات أمنية تختلف عن القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الأمنية، قوات الجيش، من قوات الشرطة. سابقا احنا على مدى من 2003 ولحد ما شكلت هذه الحكومة كان يدار الملف الأمني والمسؤولية الأمنية تدار من قبل وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع تدير من خلال قيادات العمليات، وأنا شخصيا كنت قائد عمليات بغداد في مرحلة حساسة في الأعوام 2013 و14 و15 و16، وكنا ندير الأمن بطريقة عسكرية، وهذه الطريقة العسكرية بالسيطرات وبالحواجز الكونكريتية وبالسواتر، وكنا ندخل معارك يعني يومية مع التنظيمات الإرهابية. الآن مع وجود الاستقرار الأمني، مع انكسار وانهزام التنظيمات الإرهابية عسكريا، يجب أن تنتقل المسؤولية إلى وزارة الداخلية. لكن ماذا أعدت وزارة الداخلية لأن تدير هذه المحافظات؟ إدارة أمنية. الإدارة الأمنية تختلف عن الإدارة العسكرية. صحيح. الإدارة الأمنية تحتاج إلى استخبارات دقيقة، تحتاج إلى كاميرات مراقبة، تحتاج إلى انتشار دوريات النجدة، وتحتاج إلى عمل أمني غير العمل العسكري اللي كانوا يدار به. بدينا بالمحافظات المستقرة أمنيا، وهذه المحافظات بدينا ب5 محافظات خلال عام 2023، وهي محافظات بابل والنجف وواسط والديوانية والمثنى. هذه المحافظات تقريبا مستقرة وشهدت انخفاض في التهديدات أو الجرائم الإرهابية والجنائية. لذلك بدينا باستلام هذه المحافظات من قبل قيادات الشرطة. بعد تقييم التجربة خلال عام 2023 من قبل مستشارية الأمن القومي ومن قبل قيادة العمليات المشتركة، اتضح أن هذه التجربة نجحت تماما، وكان هناك استقرار أمني ملحوظ في هذه المحافظات.
بعد ما أيضا رفعنا من جاهزية هذه القطاعات على أن تحتفظ وزارة الداخلية بلواء من الشرطة الاتحادية في هذه المحافظات، يكون احتياط. والنتائج واضحة على الأرض فعليا. نعم. في التغيرات، ولكن كان السؤال بأنه المخاوف من حيازة السلاح هو ملف جدا مهم اليوم. ما الخطوات على أرض الواقع التي قمتم بها والنهج الذي اتخذتموه للقضاء على هذه الظاهرة وأن يكون تحت سقف القانون؟ طبعا مثل ما تعرفين، يعرف الجميع أنه موضوع السلاح احنا لغاية 2017 كانت هناك معارك على أطراف المدن مع داعش، ونفس السلاح الموجود لدى العشائر والموجود لدى المواطنين استخدم المواطنين خلال الفتوى المباركة للدفاع عن مناطقهم. لذلك احنا تم تشكيل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، وهذه اللجنة أعدت برنامج لمدة 10 سنوات لحصر السلاح بيد الدولة. نعم. بدأنا بموضوع التسجيل وفتحنا تسجيل السلاح، وحقيقة احنا نمشي بخطين بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. الخط الأول هو موضوع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهذا خصصنا بمبالغ من مجلس الوزراء، استحصلنا الموافقة على أن نقوم بشراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة. الخط الثاني هو تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وأيضا فتحنا مراكز تسجيل في كل مركز شرطة، وأيضا فتحنا استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة. بالتأكيد احنا الخطوة اللي بعدها راح ننتقل إلى موضوع التفتيش. ما الصعوبات حضرة الوزير؟ نعم. ما الصعوبات التي تواجهكم خاصة؟ لا زالت الناس لا تثق. فقط أنه هناك من يقول بأنه البعض لا يؤتمر لا زالت للقانون ربما أو يتمرد على القانون. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ لا زالت الناس حقيقة متخوفة من موضوع تسليم أسلحتها، من موضوع يعني الوضع الأمني ومدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على بسط الأمن والاستقرار، ومن ضمنها موضوع العشائر والمنازعات العشائرية. موضوع النزاعات العشائرية خلال هذه السنة انخفض بشكل كبير مؤشراتنا، وتم مصادرة عدد كبير من الأسلحة. لذلك احنا بعد انتهاء عام 2024 بعد ما يتم التسجيل احنا ما راح نسمح بوجود سلاح غير مرخص، خفيف كان أو متوسط أو ثقيل، لدى أي جهة. لذلك احنا يعني عازمين بعد 2024 تبدي مراحل التفتيش، وهذه مراحل التفتيش والمصادرة راح نبدي بمصادرة الأسلحة الغير مرخصة. احنا الآن مثل ما قلت لك عندنا شراء وعندنا تسجيل. موضوع ثقة المواطنين بالجهاز الأمني هو مدى فعالية هذه الأجهزة، وإحنا جاي نشوف خلال عام 2023 لدينا انخفاض كبير في الجرائم الجنائية. نعم. وهذا الانخفاض تم يعني أشر لنا خلال انخفاض جرائم القتل، جرائم الخطف، الاعتداء، إطلاق النار، غيرها، وكذلك انحسار موضوع الدقة العشائري اللي كان مستشري. فهذه كلها نجاحات أسفرت عن تحقيق الاستقرار الأمني، واللي بدوره احنا قادرين انه نستلم المسؤوليه الامنيه تباعا في المحافظات. بعام 2024 استلمنا محافظه ديقار وايضا منطقه سامراء، وعازمين على استلام مراكز المدن في المحافظات المحرره. نعم. حضرة وزير الداخلية سيد ريبار في حكومة إقليم كردستان، الإقليم من حيث الموقع هو في غاية الأهمية، وفي نفس الوقت ربما يحمله الكثير من الضغوط، خاصة بأنه المناطق الحدودية مع 3 دول يوجد فيها ما يوصف بجماعات إرهابية. هذه الضغوط كيف تعالج من قبلكم؟ وهل من مسارات وفقا لعنوان هذه الندوة فعليا من التعاون تقومون بها مع حكومة المركز لتخفيف حدة هذا الوضع الموجود فيه الإقليم فعليا؟ مناوی خوای گەورە و میهرەبان، زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی خۆشەویست بەشدار دەبم لە دیداری سلێمانی، و زۆر سوپاسی جەنابی دکتۆر بەرهەم بۆ ئەو بانگهێشتنامەیە و بەشداریکردنمان لە یەکەم دیدار لە سلێمانی کە ئەمە 8مین دیدارە و هیوادارم بەردەوام بێت. چەند یەکێکە لە دیدارەکان کە کاریگەری خۆی هەیە لە ئەوساتی سیاسی و بۆ لێک تێگەیشتن و ئاڵوگۆڕکردنی بیرۆڕە. پێش هەموو شتێک دەمەوێ بابەتێک بۆ جەنابەت ڕاست بکەمەوە. نازانم
ترجمة هي بويوة تفضل. صحيح تفضل. بپی دستوری عراق شتێک نییە بە ناوی حکومە مرکزیە. بەپی دەستوری عراقی حکوومەتێکی اتحادی هەیە. دەستەواژەی مرکز لە هیچ شوێنێک لە دەستوری عراقی بەکار نهاتووە. شكرا على التوضيح. من داوا دەکەم لە هەموو سیاسیەکانی عراق و کوردستان و هەموو کەناڵەکانی ڕاگەیاندن خۆیان بپارێزن لە بەکارهێنانی دەستەواژەی الحکومە المەرکەزیە، چونکە بوونی ئەم دەستەواژەیە لە دەستوری عراقی وجودی نییە و دەستوری عراقی دەڵێت عراق پێک دەچن لە حکوومەتێکی اتحادی، حکوومەتی ئەقالیم و حکوومەتی محافظات. بۆیە بەکارهێنانی مستەڵەحی مرکزی ئەنتەلاقە لە عقلیەتێکی مرکزی کە ئەمە کێشەی هەرە گەورەی عراقە بەدەست عقلیەتێکی مرکزیەوە دەناڵێنێتم. جەنابەت پرسیارت کرد کە گروپی تێرۆریستی لە هەرێمی کوردستان هەنا. دەمەوێت ئەوەشتان بۆ ڕاست بکەمەوە، هیچ گروپێکی تێرۆریستی لە هەرێمی کوردستان بوونی نییە. لم أقل في إقليم كردستان، قلت في المناطق الحدودية. نعم، المناطق حدوديش هیچ گروپێکی تێرۆریستی بوونی نییە. هەندێک وڵات دەستەواژەی تێرۆر بۆ هەندێک گروپ بەکاردێنن، ئەمە لە سەرچاوە دەگرێتن لە بۆچوون و سیاسەتی وڵاتەکان. ئێمە لە عراق و لە هەرێمی کوردستان هیچ یەکێک لەو ڕێکخراوانەمان من هم الموجودين؟ اعذرني على المقاطعة. إذا من هذه الجماعات التي تهدد؟ ودائما نستمع إلى الكثير من الضربات والاختراقات التي تأتي سواء من الشمال أو من مناطق حدودية أخرى. من ينفذ هذه العمليات إذا لم يكونوا إرهابيين؟ من هم؟ کێشەکە ئەوەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کێشەیەک هەیە بە ناوی کێشەی کورد، بە ناوی کێشەی کوردستان. کەس ئامادە نییە خۆی لە چارەسەرکردنی بنەڕەتی ئەو کێشەیە بدات. ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان دەبێ زۆر بوێرانە و دلێرانە کێشەی خۆمان ببینە پێش. هەر وەکو چۆن ڕێز لە کێشەی هەموو ملەتان دەگرین، دەبێ کێشەی خەڵکی کوردستانیش چارەسەر بکرێتن. کۆمەڵێک حزبی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە عراق بوونیان هەبووە پێش 2003 و پێش 91ش لەلایەن وڵاتی ئێرانەوە ناویان لێ دەنرێتن تێرۆریست. بە نسبەت ئێمەوە ئەمانە ئەحزابی کوردی ئۆپۆزیسیۆنن. بە نسبەت پەکەکە لەم لاوە وڵاتی تورکیا بەپێی بەرژەوەندی و سیاسەتی خۆی و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناویان ناون تێرۆریست، بەڵام لە عراق هەتا ئێستا ئەم حزبە بە تێرۆریست نهاتوتە ناسی. هەرچەندە ئێمە ڕازینین لە بوونی هیچ یەکێک لەم گروپە چەکداریانە بە ناوی گروپی چەکدار بە ئەحزابی چەکدار لەسەر خاکی عێراق لەسەر خاکی هەرێمی کوردستان، بەڵام هەر لایەنێک ئازادە چه ناوێک لەم گروپانە دەنێت. ئێمە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق ناوێکی ڕسمی هەیە لەو گروپانە دەنرێتن کە جیاوازە لەگەڵ بۆچوونی وڵاتانی دەوروبەر. طبعاً ئێمە لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی ئەمنی کە لە نێوان بەغدا و تاران ئیمزا کراوە، بابەتی هەبوونی هێزی چەکدار لەسەر سنووری ئێران چارەسەر کراوە و لە ماوەکانی ڕابردوو لە کەمپی مەدەنی شوێنی ئەو چەکدارانە کراوەتەوە و ئێستا بە شاهدی هەموو دەسەڵاتەکانی عێراق لە بەغدا و شاهدی خودی ئێرانیەکانیش کە هیچ هێزێک لەم سنوورانە بوونی نییە. بەڵام بەداخەوە بە بیانووی جیاجیە هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان و موشک و درۆن لە هەرێمی کوردستان دەدرێت کە هەموویان لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست نینە و هەموو ئەو کەڤەرانەی کە بەکاردێتن بۆ هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی بۆ نییە و لە کۆبوونەوەکانی دووقۆڵی لە بەغدا لە تاران لە هاولێر لە سلەیمانی ئەو بابەتانە شی کراونەتەوە. پێشتر جەنابی قاسم معراجی مستشاری ئەمنی نیشتیمانی عێراق ئەم بابەتەی باس کرد. منیش تاکید لەو بابەتە دەکەمەوە کە هیچ مەترسیەکی سەربازی ئەمنی لە هەرێمی کوردستان ڕێگا پێدراو نییە بەرامبەر نە ئێران نە تورکیا. ئەمە سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و لەسەر ئەم سیاسەتەش ئێمە لەگەڵ بەغدا ڕێککەوتین.
بەڵام بەداخەوە بە بیانووی جیاجیا هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان کە ئەمە لە عرف و عاداتی جیرانەتی و هاوسەیەتی قابلی قبول نییە و پێویستە کۆتایی بەم بابەتە بهێنرێت. طيب، لن أعود إلى التسميات التي ربما يتم الاختلاف عليها وفقا لكل فريق أو لكل بلد وفقا لمعتقداته وما يقتنع به من هذه المواقف، ولكن أريد النقطة التي سألت بها في أول سؤالي: إذا ما كان هناك تعاون ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية كما تريد أن نسميها، وما طبيعة هذا التعاون بغض النظر إذا كان الإقليم يسمي هذه المجموعات إرهابية أو لا، ولكن هي تجلب القلق للإقليم، صحيح؟ بالتأكيد هەبوونی هەر هێزێکی چەکدار چ ئەو هێزە چەکدارە هی دەرەوەی عێراق و دەرەوەی هەرێمی کوردستان بێت یان هێزێکی چەکداری عێراقی بێتن کە کێشە بۆ ئاسایش و ئارامی و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان دروست بکات، هیچ جیاوازێک لە نێوان ئەم هێزانە نییە. ئێمە ڕۆبەڕۆی تەحەدیاتی ئەمنی زۆر دەبینەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان. یەکێک لەوانە هەبوونی هێزی ئۆپۆزیسیۆنەکانە کە خۆشبەختانە بە پیر داواکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاتوون و ئێستا ئەو شوێنانەی کە لەسەر سنوور بوون چۆڵ کراون، ئەمەش وەکو باسم کرد بە لێک تێگەیشتن لەسەر بنەمای ڕێککەوتنێکی ئەمنی کە هەرێم و بەغدا لەگەڵ تاران ئیمزایان کردووە. ئەم ڕێککەوتنە وەکو خۆی جێبەجێ کراوە، هیچ بیانوویەک نەماوە بۆ هیچ نائەمنی و نائارامێک لەسەر سنوورەکان. هەماهەنگی نێوان هەولێر و بەغدا هەر تەنیا لەسەر ئەوە نییە. ئێمە لەگەڵ دامودەزگەکانی حکوومەت لەگەڵ دامودەزەکانی ئاسایش لە بەغدا هاوکاریکی باشمان هەیە، لەگەڵ برای بەڕێزم وەزیری ناوخۆی عێراق بەڕێز عەبدوڵای میرشەممەری باشترین هاوکاری و تەنسیقمان هەیە لە زۆر بواری ڕوبەڕووبوونەوەی مخدرات، ڕوبەڕووبوونەوەی جەرائمی منەظەمە، ڕوبەڕووبوونەوەی تێرۆر، کاری هاوبەشمان ئەنجام داوە لەگەڵ دامودەزگەکانی هەواڵگیری لە عێراق. ئەم جۆرە هاوکاریانە ڕۆژانەیە، شتێک نییە بڵێن نوێ بێتن. هەر لە دوای 2003ەوە کە دەستور ئیقراری کرد هەرێمی کوردستان دامودەزگا و دەستگای هەواڵگیری و ئاسایشی سربەخۆی دەبێتن، بە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزەکانی حکوومەتی فیدراڵ ئیش دەکەن. ئەم هەماهەنگیە بەردەوامە و لە ئاستێکی زۆر باشدایە لە ڕووی ئەمنیەوە، بەڵام کێشەکان و تەحەدیاتی کە ڕوبەڕووی ئێمە دەبنەوە وەکو دەستگا ئەمنیەکان و وەزارەتە پەیوەنددارەکان لە دەرەنجامی پرۆسەی سیاسی و بڕیاری سیاسی نابەجێیە کە لەلایەن هەندێک لە دامودەزگەکانی اتحادیەوە هەندێک بڕیار وەردەگیرێتن کە لەگەڵ دەستور ناگونجێتن ودبيت هوي كيشا. وهذه كانت ربما أحد التعليقات لحضراتكم في أوقات سابقة بأنه لا يعمل بالقانون كما هو من قبل الحكومة، حكومة بغداد. أتحول إلى ضيفنا أيضا السيد حميد شطري. الملفات ربما كثيرة وثقيلة التي هي حضراتكم منوطين بها، وقد يفهم للبعض بأنه عندما نتحدث عن الأمن القومي بأنه ربما علاقة العراق مع دول أخرى، ولكن ملف الأمن القومي يتعلق في الفساد، يتعلق في الجريمة، يتعلق بمكافحة الإرهاب، الكثير ربما من النقاط المتشابكة تحت هذه المظلة. اليوم البعض يقول أنه أحد أسباب الإعاقة في عملكم هو وجود فصائل مسلحة لا تأتمر من الحكومة وتأخذ قراراتها بمعزل عن الدولة، وهي السبب ربما في تعطيل أو حصول بعض الضغوط كمسارات عمل قمتم بها. ما رأيك بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الدكتور برهم صالح المحترم، فخامة رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للاستضافة والحضور مجددا في هذا الملتقى. حقيقة الأجهزة الأمنية، المؤسسات الأمنية العراقية
قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التطور والوصول إلى المرحلة المطلوبة. ولكن قبل أن نجيب على سؤال حضرتك، حقيقة المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري دخلت في مواجهة كبيرة مع المجاميع الإرهابية، مع القاعدة وفروعها المختلفة منذ عام 2003 إلى 2014. تحول كبير هو ولادة داعش وسيطرته على أجزاء كبيرة من العراق. شهدنا مرحلة جديدة من المواجهة. خلال هذه الفترة المؤسسة الأمنية بجميع تشكيلاتها كانت منشغلة في مواجهة الإرهاب، في مكافحة الإرهاب. جميع مؤسساتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية كانت موجهة لمحاربة الإرهاب والتصدي له. خلال هذه الفترة فاتنا عملية إعادة التشكيل والتنظيم للمؤسسات الأمنية وتأصيل التخصص في هذه المؤسسات. مؤخرا وجود برامج حكومية كبيرة لإعادة بناء القطاع الأمني وإعادة تأسيسه من جديد وتأصيل التخصص فيه وفرز مساحات العمل، أعطى لجميع هذه المؤسسات تخصصاتها المطلوبة. وهذه البرامج طبعا يشتغل عليها من قبل مستشارية الأمن القومي وجميع المؤسسات مختصة في هذا الموضوع. بالنسبة لسؤال حضرتك، أعتقد أفضل إجابة يمكن الاعتماد عليها هي ما أشار إليه سماحة السيد عمار الحكيم قبل قليل، عندما أشار إلى أن وجود مجاميع تحمل السلاح لأسباب مختلفة في العراق. هناك طريقتين، أما المواجهة أو الاحتواء. فالاحتواء ضمن الإطار احتواء، نعم، سؤال مهم جدا. نعم. هل من طريقة من الممكن أن يتم فعلا احتواء كل هذه الفصائل والمجاميع كما تصفها تحت خيمة الحكومة بشكل قانوني ودستوري؟ هل من الممكن فعلا ذلك؟ وهل خطوتم في هذا السبيل أي خطوة للأمام؟ ما هي الردود وما هي النتائج حول ذلك إذا ما كان هناك خطوات؟ يعني الحقيقة احنا يجب أن نكون واقعيين. نحن نعيش في العراق وفي ظل هذه الظروف، الصراع الذي يجري في المنطقة. نعم. نعم، الحكومة العراقية تعمل على موضوع الاحتواء. وإذا حضرتك يعني شاهدتي أنه بعض هذه الفصائل فعلا خطت خطوات مهمة جدا في إذا قدرت أسميها عملية الاندماج أو عملية إعادة التأهيل لتكون جزء من المنظومة العراقية. طبعا لا أدعي أنه هذا المسار يمكن أن يحصل في يوم وليلة، ولكن المهم في هذا الموضوع هو وجود البرامج، وأن يكون هناك مسار سياسي، وأن يكون هناك مسار للتواصل مع هذه التشكيلات. هذه التشكيلات بالأول والأخير هي تشكيلات عراقية، ويجب أن لا ننكر دورها الأساسي في مواجهة داعش. كان لها دور مهم. نعم، هي ربما كان لها دور في مواجهة داعش، ولكن أيضا هناك من يقول أنه هذه الفصائل مثلا تطالب بعضها أو غالبيتها بانسحاب القوات الأمريكية على سبيل المثال، وهي تقول بأنه وجود القوات الأمريكية هو يستدعي وجودها، وإذا ما كانت هذه القوات هي ستبقى. ولكن من المعروف بأنه هي موجودة قبل، ويعني ليست جميع أهدافها كانت قوات أمريكية، واستجلبت أيضا للعراق الكثير من المواجهات، واستجلبت تحديدا ضربات من الولايات المتحدة إلى العراق. إذن نحن لا نتغافل إذا ما كان لها دور في محاربة داعش، ولكن انتهى هذا الدور ويفترض أن تنتهي عند هذه المرحلة، ولا تذهب البلد إلى مرحلة لا تعقب، يعني ليست كما ترتضي العراق وتسعى لإيصال البلد إلى منطقة معينة من الاستقرار الأمني. بالتأكيد الموضوع هو مو سهل، الموضوع معقد، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن الحكومة العراقية تبذل ما في وسعها في سبيل أن تجد حالة يعني تكيف هذا الموضوع. وطبعا السيد رئيس الوزراء مخول من قبل قوى الإطار وقوى إدارة الدولة التي تشترك في إدارة الدولة للتفاوض مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن. وأعتقد أيضا أن الحكومة بذلت جهد كبير
حتى تقف هذه الفعاليات. تم إيقاف هذه الفعاليات، وفعلا نحن اليوم بالعراق ما في عمليات يعني من هذا النوع. نحن نتكلم عن داخل العراق، أما خارج العراق فهذا موضوع آخر طبعا، هذا تحكم معادلة أخرى وظروف هي أخرى. النقطة فعلا التزموا بموضوع التهدئة، ولكن سرعان ما نجد الفصائل تظهر بعض ربما التصريحات وتعلن عن التصعيد. وهنا أحيل السؤال إلى السيد عبد الأمير، هل يوجد أي نوع من المرجعية لهؤلاء في التواصل مع الحكومة، أم أنهم فعلا هم يقررون ويعلنون مواقفهم بعيدا عن الحكومة؟ وهل هناك أي طريق ربما للوصل أو على الأقل لمعرفة الحكومة بما يفكر هؤلاء؟ ما القرارات التي سيخرجون بها؟ ربما يضعون الحكومة في موقع الإحراج، وهذا حدث فيما سبق. تقصدين به يعني شو نوع التواصل تقصدين به؟ يعني أن يكون هناك نقاط التقاء تتواصلون معهم، من حيث أنه عندما يقررون ويضربون أكيد الحكومة لا تدري وفقا للمعلومات التي نعرفها. عندما ينفذون أي عملية الحكومة لا تدري بهذه العمليات. طبعا الحكومة بالتأكيد هي لا تسمح بتنفيذ عمليات خارج يعني قرار الحرب أو قرار إذن قرار بعيدا عن الحكومة، هذا ما عنيته في سؤالي. نعم، قرار الحرب قرار الحكومة بالتأكيد. قرارهم بعيد عن الحكومة. ما قصدت بالسؤال، هل هناك أي محاولة للسيطرة على هذه الآلية في التفكير وهذا النهج من قبلكم كوزارة داخلية؟ يعني احنا المجلس الوزاري للأمن الوطني بالتأكيد تناقش بكل التفاصيل اللي تخص سواء الضربات اللي تستهدف القواعد الأمريكية أو غيرها، قواعد التحالف الدولي. لكن احنا يعني بالحكومة هو القرار للحكومة، قرار الحرب أو قرار إعلان يعني أي من هذا القبيل. فعلا قرار الحرب فقط بيد الحكومة، موضوع حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الحكومة. السيد شياع السوداني قال، كان أحد النقاط التي أشار إليها بأنه يجب أن يكون قرار الحرب والسلم فعليا بيد الحكومة. مع وجود هذه الفصائل هل هذا متاح؟ بالتأكيد اكو صعوبات طبعا، لكن الوضع السياسي يعني قوى الإطار التنسيقي دائما يعني يتوصل إلى تفاهمات محددة بخصوص يعني ضبط هذه الفصائل، وكذلك يعني الضغط عليها باتجاه يعني العمل وفق رؤية الحكومة بالتعاطي مع تواجد التحالف الدولي على الأرض العراقية. نعم. وجود التحالف الدولي، كيف سيكون شكل العلاقة ما بين العراق وهذه الدول المشاركة وعلى رأسها الولايات المتحدة؟ والبعض يقول بأن المطالبة بالانسحاب والوجود الأمريكي بعيداً عن الجانب العسكري والأمني هو سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وعلى المستثمرين في العراق ووجود بقية الدول في العراق. كيف تتعاملون فعلياً مع تداعيات هذا الانسحاب المستقبلي؟ أكيد العلاقات الثنائية، يعني احنا موجود مثلا في وزارة الداخلية نتعامل مع قوات الكاربينري الإيطالية، لدينا مذكرات تفاهم معهم، وأيضا موجودين تقريبا فريق متكامل للتدريب موجودين مع الشرطة الاتحادية يعملون منذ تقريبا أكثر من 8 سنوات. الجانب الأمريكي أيضا من خلال اتفاقيات ثنائية اللي تنفذها موضوع الإطار الاستراتيجي اللي يرسم كل الأمور اللي تخص التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق، الجانب الأمني الاقتصادي الصحي، هذا يعني الاتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي الآن زيارة السيد رئيس الوزراء اللي غرض تفعيل هذه الاتفاقية. بالتأكيد كل الدول اللي موجودة الآن في التحالف الدولي لدينا علاقات يعني ثنائية وتفعل من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. سيد ريبار، القوى الأمنية العراقية تحاول بسط سيطرتها على نهايات سابقة في بعض المحافظات لوجود بعض المجاميع ربما المسلحة أو الإرهابية أو التي تشكل خطر. أنتم كإقليم ما الخطوات التي تقومون بها لحماية الإقليم وأمن الإقليم ككل بكل محافظاته؟ طبعا أمنية العراق يك باكيجة ناكرت ليك جابكرتوا ناكرت بشيكي عراق أمنيتي هبتن بشيكي ترني بيتن اگر لهر شوێنێک لە عراق ئاسایش بەرقەرار نەبوو کاریگەری دەبێتن لەسەر هەموو پارێزگاکانی عراق و ئەوەی کە بینیمان لە کاتێک کە داعش هات و ناوچەکانی پارێزگای
مووسڵ و ئەمبار و سەلاح الدین و بەشێکی کەرکووک و بەشێکی دیالە و ئەوانە طبعا هەموو عێراق ئاسایشەکەی تێکچوو. تەرجمە موجود؟ تفضل. ئاسایشی عێراق کەوتە مەترسی. ئێمە لەو کاتە بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی فیدرال و لەگەڵ هێزی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ دژایەتیکردنی داعش ئیشی باش کرا و شەڕێکی زۆر گەورە کرا بۆ یەکەم جار لەسەر دەستی پێشمەرگە ئەفسانەی داعش تێک شکێندرا و دواتر هەموو هێزەکانی تری چه نێودەوڵەتی چه عێراقی توانیان لەسەر بنەمای ئەم دەستکەوتانەی پێشمەرگە ناوچەکانی تری دەوروبەری مووسڵیش ئازاد بکرێتن. و ئێمە ئەزمونێکی باشمان هەیە لە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای عێراق لەگەڵ دام و دەستگای ئەمنی و هیوادارم کە ئەم ئەزمونە بەردەوام بێتن و پەرەی پێ بدرێتن. لە ماوەی ڕابردوو توانم بڵێم چەند ساڵێک کە خەریکین دوو لیوای هاوبەش دروست بکەین بۆ ئەو شوێنانەی کە بۆشایی ئەمنی هەیە لە نێوان هێزەکانی هەرێم لەگەڵ هێزەکانی فیدرال. بۆشایەکی ئەمنی لە چەند شوێنێک هەیە لە هەندێک شوێن دەگاتە هەتا 12 هەتا 20 کیلۆمەتر کە گرۆپە تیرۆریستەکان لەوێ سوود لەو بۆشایە وەردەگرن و ئەم دوو لیوایە فەرمانەکانی دامەزراندنیان ڕاهێنانیان تەدریبیان تەواو بووە ماوەتەوە بکەونە سەر بواری جێبەجێکردن و لە مەیدان وەربگرن. بەڵام بەداخەوە ئەم بابەتە زۆر دووەکەوتووە. بەڵام بۆ ئەوەی چۆنیەتی مامەڵەکردنی هەرێم لەگەڵ هەڕەشە ئەمنیەکان ئێمە لە هەرێمی کوردستان وەزارەتە پەیوەنددارەکان وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی پێشمەرگە هەمانگێکی زۆر باشمان هەیە لەم بابەتە و لەگەڵ دام و دەستگای ئاسایش دام و دەستەکانی دژە تیرۆر ئاژانسی پاراستن و زانیاری لە چوارچێوەی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان چەترێکی هەموو دام و دەستگاکان لە هەرێمی کوردستان کۆ دەکاتەوە و هەماهەنگێکی زۆر باش هەیە. گرنگترین شت لەوەی کە چۆن هەرێمی کوردستان بپارێزین بەڕاستی سەرچاوەکەی لەوەوە دەست پێ دەکات خەڵکی هەرێمی کوردستان خەڵکێکی ئاشتی خوازن، حەزیان لە ژیانە، حەزیان لە پێشکەوتنە، حەزیان لەوەیە کە سەقامگیری هەبێتن و حەزیشیان لەوەیە هاوکاری هەموو کەسێک بکەن ئەوانەی کە لە کاتی تنگانە و لە کاتی پێویستدا پێویستیان بە هاوکاری هەبێتن. و لە هەمان کاتیشدا هاوکاریەکی زۆر باشی دام و دەستەکانی ئەمنی هەرێمی کوردستان دەکەن. خودی هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان هاوکارێکی زۆر باشە و کەلتوری پێکەوە ژیان و کەلتوری یەکتری قبولکردن و کەلتوری جیاوازیەکان کە لە ناو پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستان هەیە. ئەمە شتێکە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان ئێمەش وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان شانازی پێوە دەکەین کە خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی زۆر بەرز باوەریان پێ هەیە نەک بۆ مەسەلەی کە مجاملات و سیاسی و بۆ ڕاگەیاندن بێت. خەڵکی ئێمە بیر و باوەری وایە کە پێکەوە ژیان بنەمای ئاسایش و سەقامگیریە. بۆیە دەمانەوێت ئەم ئەزمونە بۆ وازینەوە بۆ هەموو پارێزەکانی تری عێراق و لەم ڕوانگەیەوە هاوکارین لەگەڵ دام و دەستەکان لە پارێزەکانی نزیک هەرێمی کوردستان وەکو مووسڵ وەکو سەلاح الدین وەکو دیالە کەرکووکە لەگەڵ بەغدا ئەو هەڕەشانەی کە هل هذا ينطبق عذرا على كل محافظات الإقليم إقليم كردستان يعني أربيل دهوك السليمانية؟ هل هذا فعليا موجود في الجميع ونفس التطبيقات نفس الإجراءات تتم في كل المحافظات أم هناك اختلاف تختلف من منطقة لأخرى هناك عقبات قد تواجه في بعض المناطق دون غيرها؟ نەخێر کێش لە ڕووی ئاسایشەوە دام و دەستگاکانی ئەمنی زۆر پرۆفشناڵانە ئیش دەکەن لە هەموو پارێزەکانی هەرێمی کوردستان و هەر ئەوەش سەرچاوی ئەوەیە کە ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستان بەرقەرارە و لەسەر ئەو بنەمایش ئێمە هەر مەترسی و هەڕەشەیەک وەکو ئاست و قەبارەی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکەین. خاڵی دووەمی کە دەمویست ئیشارەتی پێ بکەم لە دوای هاوکاری خەڵک و یەکتر قبولکردن و پێکەوە ژیان چالاکی دەستگا ئەمنیەکانە و شەو نەخۆنی دەستگا ئەمنیەکان و برا پێشمەرگەکان خوشک و برا پێشمەرگەکان و لە دام و دەستگاکانی ئەمنیەکانیش بە یەکەوە توانیومانە زانیاری لە کاتی پێویست کۆ بکەینەوە و چالاکی ئاسایش و عملیاتی ئاسایش لەسەر ئەو گرۆپە تیرۆریستانی کە لە دەوروبەری هەرێم بوونیان هەیە یان هەوڵیانداوە هەندێک جار بێنە ناو هەرێمی کوردستان و لەوێ
هەندێک گروپ دروست بکەن بۆ هاوکاریکردنی یەکتر و بۆ بابەتی لۆجستی. خۆشبەختانە دەستگاکانی ئێمە زۆر سەرکەوتوو بوونە و هیوادارم کە هەرێمی کوردستان هەر بەو شێوەیە بە سەقامگیری بمێنێتەوە و بەلانکەی پێکەوە ژیان بمێنێتەوە، چونکە خۆتان دەزانن هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو ئێستاشی لەگەڵ بێتن نزیک ملیۆنێک ئاوارە و پەنابەرمان هەیە لە هەرێمی کوردستان کە لە دەرەنجامی ناسەقامگیری ناوچەکانی تری عێراق لە پارێزەکانی تری عێراقەوە هاتوونەتە هەرێمی کوردستان. هیوادارین ئەم بابەتە چارەسەر بکرێتن و ئێمە لەگەڵ کۆمەلگەی نێودەوڵەتی لەگەڵ حکوومەتی ئیتحادی هەماهەنگین بۆ ئەوەی کە بارودۆخێک بڕەخسێنین کە ئاوارەکان بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان، بە تایبەتی خوشک و برا ئێزدی و کریسیانەکان و هەروە هەموو ئەو پێکاتانەی تر کە لە پارێزەکانی عێراق لە هەرێمی کوردستانن. دەشزانن ئێمە نزیکەی 250,000 پەنابەری سووریمان لە هەرێمی کوردستان هەیە. ئەمانە هەمووی ئاڵنگاری و تەحەدیاتی ئەمنینە. بەڵام خۆشبەختانە وەکو گوتم خەڵکی هەرێمی کوردستان دەرگەکانی کراوە بوو بۆ هەموو ئاوارە و پەنابەرێک و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش پاڵپشت بووە و کۆمەلگەی نێودەوڵەتیش هەتا حەدێکی باش هاوکار بوونە. داوا دەکەین کە حکوومەتی فیدرالی لەم بوارە زیاتر بێتە پێش و هاوکارێکی باشترمان بکاتن لە بابەتی حەوانەوە و دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئاوارە و پەنابەرەکان، چونکە لە دەرەنجام ئەمانە هاوڵاتی عێراقین و کێشەیەکی ئەمنی هەیە لە ناوچەکانیان دەبێت چارەسەر بکرێت. کێشەی خەدەمات هەیە، کێشەی هەڵی ئیشکردن و فرسەتی ئیشکردن هەیە، کێشەی ئەویان هەیە کە داهاتووی خۆیان ئارەزویان هەبێتن کە داهاتوویەکی باشتریان بۆ بڕەخسێت لە ناوچەکانی خۆیان. ئەو تەحەدیاتانەی کە ڕوبەڕووی ئێمەش دەبتەوە لەم بوارە بەڕاستی لە هەندێک لەو شوێنانە گروپی چەکدار هەنە پرسیارت لە بەڕێزان کرد ئەو گروپانە لە دەرەوەی سیستەمی داوڵات ئیش دەکەن بە تایبەتی لە دەشتی نینەوە لە سنجار هەبوونی ئەو گروپانە هەبوونی پەکەکە ئەمانە فاکتەری ناسەقامبیرینە کە بەپێی ڕێکەوتنی ئیمزاکراو لە نێوان هەولێر و بەغدا ناسراو بە ڕێکەوتنی شنگار پێویست بوو ئەم هێزانە لەوێ دوور بخرێنەوە و بەشێکیشە لە کارنامەی حکوومەت و لە ئەجەندای سیاسی کە هەموو هێزە سیاسیەکانی براوە لە هەڵبژاردننی عێراق لەسەری ڕێککەوتونە هیوادارین کە ڕێگە بدرێت بە حکوومەتی فیدرالی. ولماذا لم تطبق؟ دەمویست ئەوە بڵێم هیوادارم ڕێگە بدرێت بە حکوومەتی فیدرالی ڕێککەوتنەکانی خۆی جێبەجێ بکات. ئێمە کێشەمان لەگەڵ حکوومەتی فیدرال نییە. حکوومەتی فیدرال ڕێککەوتنەکان ئیمزا دەکاتن لەگەڵ حکوومەت لەگەڵ دام و دەستگاکان، بەڵام خەڵکانێکی تر هەنە کۆسب دروست دەکەن لە دەرەوەی چوارچەوەی دەوڵەت و چوارچەوەی من خارج العراق لە ناوخۆنە گروپی ناوخۆینە کە دەسەڵاتیان لە ڕووی سەربازی و سیاسی بەکاردێنن بۆ ئەوەی کە حکوومەتی عێراق نەتوانێتن ئیلتیزاماتی خۆی جێبەجێ بکات. تاوان هەمومان بەشدارین لە کابینەی بەڕێز سوودانی و هەمووشمان بەردەوامین لە پشتگیری لە بەڕێز سوودانی و هیوادارین کە سەرکەوتوو بێت لە ئەجەندای خۆی کە ئەجەندای هەر هەمومانە، بەڵام ئەرکی بەڕێز سوودانی زۆر قورسە لەبەرەوەی کە تەحەدیاتی سیاسی ئەمنی اقتصادی یەکجار گەورە ڕوبەڕووی و کابینەیە بوونەتەوە و هەموو کێشەکانی 20 ساڵی ڕابردوو هێناومانە لە کارنامەیە کۆمان کردوتەوە دەمانەوێت لەو کابینەیە چارەسەری بکەین کە بەداخەوە هەم فاکتەرە ناوخۆی و هەم فاکتەرە ئەقلیمیەکان هاوکار نینە بۆ ئەوەی کە ئەم بەرنامانە جێبەجێ بکرێن. بەڵام ئەگەر هەمومان بگەڕێنەوە بۆ دستور هەروەکو لە وتاری زۆربەی بەڕێزان ئەمڕۆ ئیشارەتی پێکرا دستور ببێتە حەکەم لە بینی هەر هەمومان و بزانم ئیدارەکردنی عێراقێکی دەوڵەمەند بە سەرچاوەی مرۆیی بە سەرچاوەی سروشتی تەنها ئیدارەیەکی باشی دەوێتن ئیدارەیەکی باشی سەرچاوەکانی مرۆیی و سروشتی عێراق بکرێتن بە تەسەووری من عێراق لە قۆناغێکی زۆر باشتر دەبێت و تەحەدیاتی ئەمنیش کەمتر دەبن. من دەمەوێت تۆزێک بە سەراحەت باز بکەم. ئێمە لە ئەگەر سەیری 100 ساڵی ڕابردووی دەوڵەتی عێراق بکەین لە 20 ساڵی ڕابردووش و لە پێش ئەوەش هەرچی گفتوگۆ بووە لەسەر ئەوە بووە کە عێراقێکی نوێ دروست بکەین، عێراقێک
لسر بنامای پیکوژیان، لسر بنامای شراکتی حقیقی، لسر بنامای توازن و توافق. بەڵام بەداخەوە هەتا ئێستا ئەو کێشانە چارەسەر نەبوونە و تەحەدیاتە ئەمنیەکان بەرهەمی ئەو کێشە سیاسیانانە. هەتا وەکو کێشە سیاسیەکان چارەسەر نەکرێن و کێشە ئابوووریەکان وەکو پێویست چارەسەر نەکرێن، تەحەدیاتی ئەمنی هەمیشە دەبێت. ربما نحتاج إلى ندوة أخرى للحديث عن السياسة وهذا الاشتباك ما بين الأمن والسياسة للوصول إلى الحدود. فقط لضيق الوقت اسمح لي أن أذهب إلى السيد حميد. سيد حميد، ملف موضوع عودة النازحين ومن هم في المخيمات، مخيمات داعش في مخيم الهول في سوريا وعودتهم إلى العراق، الإجراءات التي تقومون بها، محاولات الدمج، الصعوبات، وإذا ما كان هناك تنسيق أمني ما بين العراق والدول الأخرى بما يخص أيضا موضوع التطرف الذي هناك جهود واضحة من قبلكم في العراق للتصدي لهذا الموضوع. بخصوص هذا الموضوع، الحكومة العراقية اتخذت قرارات صعبة وجريئة تتعلق بإعادة النازحين مخيم الهول. طبعا هذا الموضوع لأنه يتعلق أيضا برعايا دول أخرى ويتعلق بالأمن الإقليمي، ليس أمن العراق فحسب. نعم كان لدينا تواصل خصوصا مع التحالف الدولي. معالي الوزير كان سباق، معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الإقليم أيضا كان مشترك معه، وأيضا السيد مستشار الأمن القومي العراقي. كان هناك لجنة لإدارة هذا الملف وقطعنا أشواط مهمة. اليوم لدينا يعني تم نقل ما يقارب يعني أكثر من 7,000 شخص من مخيم الهول، والعمليات النقل مستمرة ومتواصلة، وتم تهيئة مخيم خاص لإيواء هؤلاء النازحين وإخضاعهم إلى برامج إعادة تأهيل حتى يتم إعادتهم إلى مناطقهم. هي صعبة، ربما إعادة تأهيل وتغيير ذهنية كاملة لهؤلاء. بالتأكيد. ما الجهود المبذولة فعليا، وما الذي تشعرون بأنه قد يكون حائط صد أمام هذه المساعي؟ حقيقة هذه المشكلة هي فريدة من نوعها بالعراق، وربما تحدث لأول مرة. العراق الحديث تعامل مع موجات نزوح ولجوء وما شابه، لكن أن يتم التعامل مع هذه العينة بالتحديد هي عملية في غاية الصعوبة. تم استحداث برامج لإعادة التأهيل اشتركت فيها مؤسسات كثيرة من الدولة العراقية، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الهجرة، طبعا المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. وهناك خلية نفسية تخضع اللي تم إيواءهم في مخيم الجدعة إلى عمليات الفحص، فحص مستويات التطرف. لا أدعي أنه جهودنا وصلت إلى مرحلة الكمال والمرحلة المطلوبة، ولكن احنا بدينا فعلا وقطعنا أشواط في هذا الموضوع. الشيء الإيجابي في هذا الأمر أنه تم أغلب اللي وصلوا إلى مخيم الجدعة تم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. الشيء السلبي إذا قدرت أسميه أنه إحنا العمليات النقل الأولى هي شملت ناس التطرف، مستويات التطرف قليلة، يعني العمليات الأصعب هي القادمة طبعا، لأنه الآن إحنا ننقل ناس فعلا هم كانوا لهم علاقة مباشرة مع داعش. فهنا راح نحتاج إلى عمليات مكثفة لإعادة التأهيل. إن شاء الله مع الوقت الجهات المختصة راح تمتلك الخبرة، وأيضا احنا طلبنا الدعم من الخارجي من المؤسسات الدولية المحترفة اللي لها عمليات شبيهة في هذا المجال. تحدثت عن موضوع النازحين وبأن هذا الموضوع وداعش لا يخص فقط العراق وهو ينعكس على الدول المجاورة. هناك أيضا ملف ربما معقد يثير الكثير من التساؤلات، معنية به العديد من الدول في المنطقة، وهو موضوع التهريب وموضوع المخدرات. أيضا ما الجهود المبذولة، وإذا ما كان هناك جهود داخلية نحن نعلم، ولكن إذا ما كان هناك غرف عمليات تعاون ما بينكم وبين الدول المعنية أيضا
في المنطقة بهذا الخصوص؟ شكرا جزيلا. أعتقد المعني الأول في الإجابة على هذا السؤال معالي وزير الداخلية، باعتبار وزارة الداخلية هي المعنية في ملف المخدرات، ولكن أريد أن أشير أنه العراق انتقل من مرحلة التهديدات اللي تمس أمن البنيوي، يعني أساس الدولة، اللي هي التهديد الإرهابي. مثل ما احنا نعرف داعش كانت على بعد كيلومترات معدودة من مركز بغداد. اليوم احنا نتحدث عن تهديدات تتعرض لها جميع الدول. تهديد المخدرات والجريمة الإلكترونية وتجار البشر وما شابه هي تهديدات تقليدية تمس أغلب الدول. فيما يتعلق بموضوع المخدرات، نعم بالتأكيد لدينا تعاون مع الجانب السعودي، مع الجانب الأردني، مع الجانب التركي، ومع الجانب الإيراني أيضا، ووصل مستوى التعاون مع بعض هذه الدول إلى وجود غرف مشتركة وعمليات تبادل المعلومات، وأيضا عمليات مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة. العراق ابتلي بكونه ممر لموضوع المخدرات. معروف منابع المخدرات احنا تأتينا من الشرق، والمستهلكين الأكثر هم في دول الخليج وفي أوروبا. لذلك من الطبيعي جدا أن يكون العراق ممر للمخدرات، ولا يمكن مثل ما هو معروف إيقاف تهريب المخدرات عملية غير ممكنة. لم تتمكن أكثر الأنظمة وأكثر الدول استقرارا، ولكن علينا أن نبذل الجهود حتى نحد من هذه الظاهرة ونمنع هذا الخطر عن مؤسساتنا الاجتماعية وعن بلدنا. فقط لمن يريد أن يشاركنا بأسئلة للضيوف يمكنكم إرسال الأسئلة على الويب سايت. حضرة الوزير، موضوع فعليا في غاية الأهمية، وكما أشار السيد الشطري، موضوع المخدرات وانعكاساته، وربما ما أثاره من جلبة في عديد الدول في المنطقة. إلى أين وصلتم الآن في جهود مع الدول العربية المجاورة؟ نعم، الموضوع مكافحة تهريب المخدرات وتجارة المخدرات يجب أن يكون هناك جهد دولي. أكثر هذه العصابات اللي موجودة مع دول الجوار ودول إقليمية أخرى تشترك في التهريب والمتاجرة. لذلك احنا في منتصف العام الماضي عقدنا اجتماع لمدراء المخدرات في دول الجوار إضافة إلى لبنان ومصر، ونجحنا به وتوصلنا إلى يعني اتفاقيات، وكان أكو ارتباط وثيق، ونجحنا في إتمام عمليات إلقاء قبض على التجار من خلال عمليات تسليم المراقب. عمليتين نفذت، وأيضا بالاشتراك مع الإخوان في إقليم كردستان نفذت مع الجانب السوري وكذلك مع الجانب الإيراني. وهذه العمليات أسفرت عن إلقاء قبض على تجار من تجار المخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات. أيضا خلال شهر شباط كان هناك اجتماع رباعي دعا وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية مع وزير الداخلية اللبناني والسوري، وأيضا أنا حضرت. وأيضا اتفقنا إلى تشكيل غرفة أو خلية استخبارات مشتركة لتبادل المعلومات. خلال منتصف هذا العام سيتم عقد اجتماع وزاري أيضا لدول الجوار ودول الإقليمية مصر ولبنان بموضوع مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب أقصد. أيضا خطينا خطوات بإنشاء مصحات قسرية في كل المحافظات العراقية لاستيعاب المتعاطين اللي تم الحكم عليهم وفق المادة 32 من قانون المخدرات. هؤلاء ضحايا اعتبرناهم ويجب أن يتم علاجهم وإعادتهم إلى المجتمع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. وفعلنا المادة الخاصة بأنه هذه المصحات هي من تستقبلهم وترعاهم، ونسقنا مع وزارة الصحة في تأمين الباحثين الاجتماعيين وكذلك الأطباء النفسانيين ومعالجتهم حتى يتم التخلص من السموم اللي داخلهم. لأول مرة يتم الحكم على يعني خلال هذه السنة وفق المادة 27 تجار دوليين، وتم الحكم عليهم بالإعدام. أكثر من 80 حكم صدر من قبل محاكم مجلس القضاء الأعلى لهؤلاء، وكذلك بالمادة 28 اللي هم تجار المخدرات المحليين. فموضوع يعني التعاون مع دول الجوار في مكافحة تجارة المخدرات وتهريب المخدرات مستمر على قدم المساق. وكذلك هذا أثر بانخفاض نسبة العرض بشكل كبير في المخدرات في العراق.
نعم. سيد ريبر، إذا سألتك وباختصار، من وجهة نظرك الملف أو النقطة الأكثر إعاقة لأمن واستقرار العراق ما هي؟ أهم گرنگترین خاڵ لەو بابەتەی کە باستان کرد بابەتی جێبەجێکردنی دەستورە. دەستور وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت و جیاوازیەکان لە نێوان پێکهاتەکان لە عێراق وەکو خۆی ڕێزی لێ بگیرێت. ئەوەی کوردە دەبێ وەکو کورد ڕێزی لێ بگیرێت، ئەوەی عەرەبە وەکو عەرەب، ئەوەی شیعەیە وەکو شیعە، ئەوەی سوننەیە وەکو سوننە، مەسیحی، تورکمان، هەموو دەبێ وەکو خۆیان. لا يوجد هذا الشيء في العراق. بەداخەوە زۆر جار تەجاوزی خصوصیاتی پێکهاتەکان دەکرێت لە عێراق. ئەمە هۆکاری سەرەکی نائارامیە لە عێراق و هەروەکو باسم کرد بڕیاری سیاسی نادروست دەبێتە هۆی تەحەدیاتی ئەمنی گەورە و بە زۆر ئەگەر زۆر دوور نەچین سەرهەڵدانی داعش لە ناوچە سونیەکان بەشێکی بۆ ئەوە دەگەڕایەوە بۆ مامەڵەی ناتەندروست لە بەغدا بەرامبەر بە ئەم ناوچانە و بەشێکیشی بۆ خودی خەڵکەکە دەگەڕایەوە کە نەیویست بەشداری لە پرۆسەی سیاسی بکاتن، هەڵەیەکی مێژوویان کرد. بۆیە گرنگە لە عێراق هەموو پێکهاتەکان بەڕێزەوە وەکو هاوڵاتی دەرەجەیەک سیر بکرێن و شەراکەتێکی حەقیقی هەبێتن و تەوازن و تەوافق هەبێت لە ئیدارەکردنی وڵات. ئەمە فاکتەری سەرەکیە بۆ ئەوەی کە عێراق سەقامگیر بێ و سەرچاوەکانی داهاتی عێراقیش بە یەکسانی و بە عەدالەت دابەش بکرێتن لە نێوان هەموو پێکهاتەکان و لە نێوان پارێزەکانی عێراق. و ئەمە بابەتێکی گرنگە. بۆیە گوتم لە 100 ساڵی ڕابردوو عێراق سەقامگیری بەخۆیەوە نەبینیوە و ئێمە لە هەموو کۆڕ و سمینارەکان کە دادەنیشین دووبارەی هەمان شتەکانی ساڵی پار دەکەینەوە. ئەگەر سەیری قسەکانی پار ساڵمان بکەنەوە هەر هەمومان هەمان بە جۆرێکی ترە ئەوەی کە ئێستا دەیکەین. ئەوانەی پێش 10 ساڵیش هەروە بووە. گرنگە لە عێراق گرنگی بە دروستکردنی مؤسساتی دەوڵەت بدرێت. مؤسساتی دەوڵەت لەسەر بنەمای دەستور، نەک لەسەر بنەمای هێز. کام پێک هاتە هێزی لەدەستە فەرزی ئیرادە بکاتن لەگەڵ لەسەر پێکهاتەکانی تر. بە تەسەوری من ئەمە خاڵی سەرەکیە. ئەوەی تر گۆڕ کات پێویستە گۆڕینی بیر و بۆچوونی هاوڵاتی لەوەی کە یەکتری قبول بکاتن و جیاوازیەکان وەکو خۆی ڕێزی لێ بگیرێتن. من دەمەوێت لە سەر بابەتێک کە لە بیدایەت پرسیارت کرد تۆزێک ڕوونکردنەوە بدەم. ئەو گروپانەی کە بدقيقتين لو سمحت. بدقيقتين لە ئەو گروپە چەکدارانەی کە باست کردنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و پەکەکە تاوان دەمەوێت بۆ هەموو بەڕێزان ڕوون بێتن جیاوازیەکی یەکجار زۆر هەیە لە نێوان گروپی ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران ئەحزابی معارزە، چونکە ئەوان بەپێی ئەو ڕێککەوتنە بە پیرداواکاری ئێمەوە هاتن وەکو حکوومەتی هەرێم و بەغدا و چەکی خۆیان دانا و ناوچەکانی سنووریان چۆڵ کرد. بەڵام بە پێچەوانەی ئەوان پەکێکە ڕۆژ بە ڕۆژ خۆی چەکدار دەکاتن و یەکێکە لە فاکتەرە سەرەکیەکانی ناسەقامگیری سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا و ئێران و لە شنگار، لە مەخمور، لە باشووری کەرکوک، لە زۆر لەو شوێنانەی کە پەکەکە بوونی هەیە فاکتەری ناسەقامگیریە. بۆیە جیاوازیەکی یەکجار زۆر هەیە لە بینی ئەو دوو گروپانە. هەرویستم ئەمە ڕوون بکەمەوە. سوپاس. شكرا على التوضيح. أختم معك سيد حميد، إذا ما سألنا أحد يريد أن يستثمر في العراق في هذا البلد ماذا نخبره؟ هل بات العراق لديه البيئة الآمنة الحاضنة للاستثمارات لجذب من يريد أن يستثمر فيه؟ هل الآن نحن جاهزون؟ أتحدث عن الجانب الأمني باعتبار أنه وأنا أسأل عن الجانب نعم. الأمني حقيقة. الإجابة على هذا السؤال إذا تجولت في بغداد الآن ستجدين بغداد ومحافظات العراق الأخرى ستجدين شركات مختلفة الجنسيات ومتعددة الجنسيات تستثمر في العراق وبشكل طبيعي جدا.
من الناحية الأمنية لا يوجد هناك خطر حقيقة. بإمكان مواطني الدول الأخرى أن يتجولوا في شوارع بغداد والمحافظات الأخرى. وحقيقة احنا كرجال أمن يوميا نستغرب من وجود، يعني عندما ننزل إلى الشارع ونشاهد هذا الكم من الجنسيات والحضور العالمي في بغداد والمحافظات الأخرى، نستغرب من هذه الأعداد ونوعية الناس اللي يجون. فأستطيع القول أنه العراق الآن مهيأ من الناحية الأمنية، بغض النظر عن موضوع القوانين والقوانين الاستثمار وموضوع المنافسة. من الناحية الأمنية ربما إذا ما وجد عامل الأمن يتم الشغل على طبعاً البقية، يعني الأساس هو الأمن. طبعا مشاريع كبرى الآن في بغداد، مشاريع إسكان ومصانع يعني مختلف المشاريع تديرها شركات وكادرها من شركات أجنبية يعملون في العراق والبصرة والموصل وكربلاء والنجف، مختلف محافظات العراق. ونتمنى دائما أن يكون العراق كما عهدنا تاريخيا بلد حضارة وثقافة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا الحوار السيد حميد الشطري المستشار الأول في مستشارية الأمن القومي العراقي. شكرا جزيلا، وأيضا للسيد ريبار أحمد وزير الداخلية في إقليم كردستان، شكرا جزيلا. والشكر أيضا الجزيل للسيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات، والشكر أيضا لكم الحضور الكريم. شكرا، وأتمنى أن لا أكون ثقيلة عليكم. شكرا.